لا رئيس حضرتك النهارده استضفنا دينا وكده الجمهور بورسعيد كان في استطاعة مش ازاي كان في نهائي التعاقد مع الكابتن طلعت يوسف. اتصلنا الكابتن ابراهيم وهو كان موجود في دبي بعد تكليف من مجلس الاداره برئاسه الاستاذ كامل ابو علي. فنزلنا الحوار مع الكابتن نداء والكابتن بسام ورحبوا رحبوا ان النادي المصري ده بيتنا، واحنا كنا لاعبين النادي المصري، واحنا طلعنا ان احنا بدايه التدريب عملنا التدريبي بدانا من النادي المصري، والناس رحبوا بورسعيد بصفه خاصه. نعشر جماهير النادي المصري، والنادي المصري ده نادي عظيم، واحنا تابعنا النادي المصري على الفتره السابقه كلها، لان النادي المصري فيه لعيبه ممتازه جدا، واحنا لنا الشرف ان احنا نكون ان احنا نسير الايام اللي جايه بالتالي خير ان شاء الله باذن الله. ربنا يسهل. بالنسبه لموضوع التعاقد السرقه طيب مفيش على الفور وكان في اتصال دايم بيننا وبين الكابتن علي وفي النهايه كلهم بالتوفيق ان شاء الله مسؤولين جماهيرنا. الموضوع اللي قال ان مثلا حضرتك حراس المرمى او شروط ماديه معينه هل احنا طبعا بالنسبه للموجود الكابتن حسن ناصر فهم ادرى مع احترامهم وجهه الكابتن حسن ناصر وانهم قالوا الكابتن حسن في التاريخ، لكن احنا جهاز كامل متكامل احنا بنشتغل بيه، واحنا في النهايه كلامنا رأينا على اساس ان اكيد عندنا الواحد في النهايه نتمنى لهم التوفيق والنجاح. تحديد لطموح جمهور النادي المصري احنا في مركز معين او مثلا ذلك؟ والله احنا طبعا هم عارفين النادي المصري وانا قلت لحضرتك في البدايه ان احنا النادي المصري جماهير، نادي الجماهير له طموحات، وهم الناس عارفين النادي المصري وعارفين مدى عشقهم للنادي المصري، وعاوزين دايما الاداء ذات التطور ومفروض الاداء ده يتوقف على ربنا سبحانه وتعالى، ان جماهير النادي المصري جماهير ذواقه بتحب ان فريقها يدي اداء في الملعب، تتفرج على الكوره في النهايه النتيجه يعلم الله. في النهايه ان هم عارفين الكلام وهم كده النادي المصري وكانوا بيلعبوا في النادي المصري. في النهايه تعرف كابتن حسام وكابتن ابراهيم كابتن صلاح ان هم دايما يحبوا الانتصار ويحبوا القتال داخل الملعب ويحبوا دايما فريقهم في بعض جماهير بورسعيد البارح في الاستاد عبروا عن ان الجهاز بقياده كابتن حسام كان صدر بعض الافعال على بورسعيد والنادي المصري. هل حضرتك اتكلمت معاهم مع الكابتن حسام وكابتن ابراهيم في موضوع زي ده؟ اتكلمنا في هذه الجزئيه وهم بيقالوا ردوا وقالوا لا يصدر مننا هذا، وان احنا من كل احترام للنادي المصري بدليل ان احنا اول ما قررنا ان احنا نضرب النادي المصري رحبنا على الفور ان احنا بنحب النادي المصري بكل احترام للنادي المصري، والكلام ده هيقوله الكابتن ابراهيم والكابتن حسام. شكرا.